مرحبا بكم الناس الكل. ليلى طرابلسي تتحرك لمنع تسليم شقيقها بالحسن إلى السلطات التونسية، وهذا ما فعلته والوساطات التي قامت بها. من مصادر خاصة أن وزارة العدل اتخذت كل الإجراءات القانونية لتوجيه مطلب تسليم بالحسن الطرابلسي للسلطات التونسية، وهو مطلوب في أكثر من 34 قضية. في المقابل تحركت عائلة بالحسن الطرابلسي والمحامين التابعين لليلى طرابلسي، وأحدهم لبناني والآخر فرنسي، من أجل منع التسليم والإبقاء على شقيقها رهن التحقيق في فرنسا. كما بذلت زوجة الرئيس السابق زين العابدين بن علي مجهودات واستنجدت بوساطات في السعودية وفرنسا لاتخاذ قرار اللجوء لشقيقها.